من الطبيعي أن يكون المدرب صاحب القرار الأول والأخير في اختيار أسماء لاعبيه، ومن الطبيعي أن يكون المدرب صاحب القرار الأول والأخير أيضا في اختيار من سيكون أساسيا من اللاعبين ومن يكون بديلا. ومن الطبيعي أكثر أن يلازم لاعب دكة البدلاء في أكثر من مباراة لاعتبارات يراها المدرب إما لقلة الخبرة وإما لنقص في اللياقة البدنية. لكن ما ليس طبيعيا هو أن نجد لاعبا كان طيلة سنتين وأكثر حاضرا مع منتخب بلاده الأول يصول ويجول ويراكم التجارب والخبرات إلى جانب زملائه المحترفين، يبقى حبيس مقاعد البدلاء مع منتخب الشباب دون أن يعتمد عليه في تقديم إضافة، وحتى حين أراد المدرب إشراكه جاء ذلك لتعويض لاعب مصاب وفي آخر دقائق الوقت الميت. أنصفوا المظاليم، أنصفوا الطاقات الشابة، هكذا نادى لسان حال الوسط الرياضي حين انطبق الأمر على اللاعب الشاب أحمد الأحمد، والذي بات ضحية تهميش لا مبرر له وإقصاء يرى البعض أنه كان مقصودا، خاصة من المدرب مصطفى صال في المباراة الأخيرة أمام مالي، والتي خلت تشكيلتها الأساسية من اسم اللاعب ليلازم الاحتياط طيلة وقت اللقاء الأصلي. أحمد الأحمد محترف نادي ثري بريدج الإنجليزي، والذي طالما أشاد مسؤول الاتحادية بمستواه وبأحقيته بالتواجد مع المنتخب الوطني. قد يكون الجمهور الرياضي قد تقبل مسألة عدم إشراكه أساسيا مع منتخب الأكابر نظرا لسنه ولتواجد أسماء محترفة لديها من الخبرة ما يخول لها اللعب أمامه، لكن ذات الجمهور لم يستوعب مسألة استدعائه لمنتخب الشباب وإبقائه مع البدلاء، حتى وإن كانت التشكيلة الأساسية خالية من المحترفين باستثناء لاعب واحد، والبقية من اللاعبين المحليين والذين يفتقر جلهم لعامل الخبرة مقارنة معه. هو إذن مصير اللاعب والأحمد مع المنتخبات الوطنية إلى اليوم، فإلى متى سيبقى اللاعب خلف قضبان دكة البدلاء ويبقى الجمهور الرياضي حائرا في المستوى الحقيقي للاعب؟